دي احلى مكرونه تعملوها في الصيف، مكرونه بصوص الليمون والزبده. مش بتاخد وقت خالص وطعمها لذيذ قوي وخطير. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. هبدا بسلق المكرونه، ميه مغليه، معلقه كبيره من الملح، هنزل بنص كيس من المكرونه الاسباجيتي يعني حوالي 200 جرام. افضل اقلبها كده وبسيبها من 7 ل 10 دقائق حسب نوع المكرونه. المهم ان انتوا ما تهروهاش قوي، وبعد كده بصفيها في مصفى واديها شطفه بسيطه قوي تحت الميه على نار اقل من المتوسطه. بنزل بمعلقه كبيره من الزبده ومعلقه كبيره من الزيت. اول ما يسيحوا كده هنزل بفص ثوم مفروم وهبتدي ان انا اشوحه، مش عايزاه يغير لونه خالص. وزي ما قلت لكم النار بتكون اقل من المتوسطه، ورشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. هشوحهم مع بعض كويس، وبعد كده هحتاج لي ليمونتين، هاخد العصير بتاعهم وبشر الليمون كمان. واختاروا الليمون الاصفر علشان ما يعملش مراره. هبتدي اشوح الاول بشر الليمون، وبعد كده هنزل بعصير الليمون. بعد ما اشوحهم كويس مع بعض هنزل بعلبه صغيره من كريمه الطبخ يعني بما يعادل كوبايه، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. هندوقه وهنظبط الملح حسب الذوق. وبعد كده هنزل بقى بالمكرونه اللي كنت سلقاها، انا بس سخنتها شويه كده بميه سخنه من الكتل. وهقلب بقى المكرونه في الصوص كده حلو جدا، واتاكد انها شربت الصوص كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. مش قادره اقول لكم بقى الريحه قلب الدنيا بجد، ريحه حلوه جدا. غرفتها في طبق واديتها بقى رشه حلوه كده من الجبنه البارميجان، ولو مش عندكم خلاص مش لازم خالص، بس هي بتدي طعم حلو قوي معاها. في الاخر حطيت لها رشه حلوه كده من البقدونس وبس كده. ده شكلها النهائي، شكلها يفتح النفس على الاكل، وطعمها كان خطير كريمي كده. والليمون مع الزبده مديها طعم مختلف عن اي مكرونه تانية. جربوها، انا واثقه جدا انكم هتحبوها.